انت كنت جبت يا اسطى الايفون صحيح؟ جبته يا عم الاسبوع اللي فات. طب ايه يا اخويا، حلو فعلا زي ما الناس بتقول وبيغير وبتاع؟ بقول لك ايه، ممكن تسيبني لوحدي دلوقتي معلش؟ ايه يا اسطى الشغل ده؟ اسمع يا اسطى اللي بقول لك عليه. وايه اللي حصل يا اسطى؟ كل ده عشان جبت عده ايفون يعني؟ الحقيقه من يوم ما جبت ايفون وفي حاجه غريبه قوي بتحصل كل ما حد يكلمني عنها. يعني حلوه فعلا نجيبها من، يا نهار ابيض يا اسطى حلو حاجه تانية. لا 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 يا اسطى احنا ما كناش عايشين. الله يكرمك يا زوز، قلت لك صدقني ما بقى شخص وحش قوي. يلا يابا اتكل على الله يا عم. ماشي خلاص سهله، الا لو عاوز تبعت لحد صاحبك صوره بالاير دروب في اقل من 4 ساعات. الموضوع ده جامد قوي يا اسطى، ده لازم انزل تطبيق ويطلع فيه اعلانات. يا عمي يا عم الله يكرمك، انا قلت لك يا اسطى انا مش هقدر امسك نفسي، وبعدين لو عصام جه هتبقى مشكله. رجاله الكلام على ايه كده؟ لا ما فيش حاجه صح يا جوز، اصل سامع سيره ايفون وبتاع. ما اعرفش يا اسطى والله، انا ما سالتوش في حاجه. طب هو يا اسطى غالي يعني قوي كده؟ غالي يا اسطى، ما عادش الكلام ده. انت دلوقتي بقى اي نظام تقسيط تدفع لك 2000 جنيه في الشهر. كام يابا؟ لازم تجيب لك واحد يا ابني في ثانيه تك تك يا مان، دي حاجه تانية. لا يا جدعان ثانيه، انا اصلا ما بحبش اقسط. بص هو موبايل عادي بس من غير فقر، كده كده اول ما هتجيبه هتحطه في جراب وسكرينه ب 1000 جنيه بس. بص انت هنا أو هنا مثلا تبقى هنا، الناس كلها تبص لك بصه تانية. لا الكلام حاجه والتجربه حاجه تانية، وتنزل بقى تاخده وتقعد في الكافيهات كده تفليكس على العالم. قلت لك قول له هيشوف نفسه بمنظور تاني. ايكو سيستم، سمعت عن ماكسي؟ طيب يا شباب، النهارده وبعد يعني 7 سنين تقريبا بستخدم فيهم ايفون كموبايل اساسي بشكل يومي، بعد ما وقعت في الفخ بتاعهم من اول ايفون 11 بعد كده 13 وال 17، وبعد ما جربت اتقل واقوى موبايلات الاندرويد اللي موجوده في السوق من كل الشركات تقريبا. واكيد الناس اللي متابعه شايفاه معايا بقى لها فتره كبيره عمال اجرب فيه، هو اكيد الجوجل بيكسل 10 برو، دي النسخه العاديه مش الكبيره. يا جدعان فين الايام؟ فاكرين الفايند اكس؟ اهي دي اخر حاجه، الفايند اكس والون بلس 7 برو. الايام دي كانت اخر ايام. انا حبيت الموبايلات الاندرويد فعلا ولحد الان محتفظ بهم. عشان كده تنويه بسيط يا شباب، جوجل ما تعرفش اي حاجه عن الفيديو ده، والفيديو ده عباره عن شويه دلع بكلمكم في قد ايه انا يعني مرفه جدا وبنقل، بس دي حاجه كبيره شويه بالنسبه لي بحكم يعني التجارب الكتير اللي انا بعملها. الفيديو ده فيديو تجربه شخصيه بس، ممكن تستفيد منه حاجه لو انت حابب، بس انا طبعا هدردش مع اصحابي عادي. اللي متابعكم مني يا شباب برضه هتقول اللي متابعكم مني اسمها اللي متابعني منكم. يا عم انت برضه مركز مع تفاصيل غريبه قوي، ركزت في امتحان العربي، ركزت في امتحان الدين، هي دي بقى الحاجات اللي احنا فالحين. المهم يعني انتوا عارفين ان انا موبايلي الرئيسي هو ايفون اخر السنين دي، بحكم ان انا بحتاج اعمل كونتنت واسافر، وهو اداه مناسبه جدا للتغطيه والستوريز والانستجرام ويعتمد عليه. لكن لو خدت بالكم برضه وركزتوا هتلاقي ان انا مش واقع في الفخ بتاع الاهم اللي كل الناس اللي بتستخدم ابل بتتكلم عليه، هو موضوع الايكو سيستم. ماشي انا مستخدم فعلا للماك بوك، وهو الاداه الاولى اللي بعتمد عليها في شغلي وفي المونتاج، وجبته اصلا قبل الايفون. يعني انا جبته بعد كده دخلت على الايفونات. بس حاجه زي الابل ووتش مثلا عمري ما لبستها وما اقتنعتش بها بامانه، وحسيت ان انا اتجاهي اكتر للحاجات الرياضيه زي ما كلمتكم قبل كده. او مثلا حاجه زي الايباد جبته برضه فتره وجربته وما حسيتش ان هو داخل في حاجه غاليه على الفاضي في مكاني انا. طبعا هو مفيد جدا لناس تانية وسيناريوهات تانية. حاجات زي الايربودز برضو انا مش سكه الايربودز خلاص، حاجات بتدخل في الودن وبتاع. عندي بدائل لها بصراحه بستخدمها بشكل شخصي كل يوم، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنها قدام، بس دي هتحتاج بقى كميه لايكات. دي السماعه الكبيره الايربودز ماكس جبتها برضو ما اقتنعتش بيها. ما عنديش ابل تي في، انا مش داخل في الدوامه ومش عاوز ادخل اصلا واتحبس، لان انا بتكلم وبجرب منتجات، مش هعرف في يوم من الايام ان انا اجرب حاجات تانية وما اقارنهاش بالعالم ده والاريحيه اللي انا عايش فيها. عشان دايما الكفه دي هالتوب بتاعت ابل، لان انت محوط سيد محوط اللي هو اللي كان بيلعب وينج في الأهل. انا بالنسبه لي موبايلي الشخصي مهم جدا يكون يعتمد عليه في كل جزء منه. مش بقول لك يبقى لامع في حاجه واحده وجامده، كاميرات مرعبه بس السوفت وير شاشه فشيخه بس اي مبالغ فيه، كاميرات بتوصل 170 زوم بس الكاميرا الاساسيه في الفيديو مش. انا عاوز موبايل يعتمد عليه. واللي حل الموضوع اكتر ان انا شاري الموبايل ده بسعر موبايل متوسط في السوق المصري حاليا. هبقى احكي لكم انا القصه دي في اخر الفيديو، مش سبونسر ولا حاجه ولا القصه. اكتر حاجه يا سيدي كانت مخلياني متحمس ان انا اكمل مع الموبايل ده واخليه اساسي واستغنى عن الايفون شويه هي الكاميرات. ايه اختبار عمياني، انا احب الاختبارات العمياني قوي. انهي صوره البيكسل وانهي صوره الايفون؟ لا ما تحاولش تستسكى، خد عادي يعني، اتعامل ماشي واحده كمان عشان خاطر انت عملت لايك بس. شوف لما سلكت النية
نبقى بنضحك على بعض لو قلنا الايفون بيطلع صور مش حلوه، بس بيطلعها حلوه في الاوضاع المثاليه. لما الوضع يبقى غريب شويه عليه بيبدا يعالج بشكل مبالغ فيه شويه، بيقتل الاسود فيها خالص، ده كده غير مقبول في عالم الكاميرات، او بيخلي شكلها بلاستيكي او بيعالج زياده عن اللزوم، فبيطلع صور انت عينك خدت عليها. لكن هل هي حلوه؟ هل ده اللي العين بتشوفه؟ او حتى الكاميرات الاحترافيه لو صورت بيها تشوفه؟ بيعمل دلوقتي في حاله انت خدت الصوره رو، والصور رو طبعا بتستهلك مساحه وبتستهلك معالج وبتستهلك بطاريه. ايوه، فين بقى الحكمه معلم ورا القصه دي؟ مفيش حكمه علامه ولا حاجه، انا بس تجربتي مع البيكسل بيطلع صور من غير ما اصور رو ومن غير اي اديت، طبيعيه واقرب للصوره الرو اللي انا عدلتها من الايفون. وده لان البيكسل هنا معتمد اكتر على السنسور الكبير. ماشي، مش كل سيناريو بيقدر يطلع المستوى الخطير ده، لان زي ما قلت قبل كده الايفون اشطر في استمراريه الحصول على صور حلوه على طول. وخد بالك الكلام ده في الفيديو برضه يبقى عادي جدا، عشان هتقولي بس برضه الايفون لسه. ادخل يا باشا تابعني على انستجرام وتتعرف الفيديوهات اللي انا بنزلها متصوره بالبيكسل على السوشيال ميديا عادي خالص، وبقارنها بالايفون كمان، والاتنين ساري عليهم نفس الالجوريزمز، نفس التطبيق، نفس كل حاجه. ادخل شوف يا باشا الكواليتي انت واحكم. الايفون كده كده شاطر في الفيديوهات، الوانه طبيعيه ودقه خطيره، والسوشيال ميديا شاطر فيها جدا، والمايكات وتعامله مع التطبيقات والحاجات دي. بس الاندرويد وخصوصا البيكسل وصل لمستوى فشيخ جدا. الفكره ان مش لازم اصلا الفيديو يبقى شبه الايفون عشان يبقى فشيخ، عادي. ده معيار السوشيال ميديا اللي حطته لك، عشان انت بتشوف الفيديوهات دي معظم الوقت غالبا ما بتبقى ناجحه، لان معظم الناس بتستخدم ايفونات، فده التصوير بتاعه العادي، او ناس كرييتورز جايبه الايفون وبتصور بيه في اضاءات ومش عارف ايه، فانت برضو ده ترسخ في دماغك. في حين عادي يا معلم ان كل صوره يبقى لها الشكل بتاعها، وكل موبايل يبقى ليه الوانه في الصور وفي الفيديوهات، وممكن ده سينماتيك شويه، ده جميل شويه مجمل الدنيا. حبيب زفه عشان هصور احتفالات بره تاريخيه عشان غيرنا البيكسل. انا هنكمل الزغارات في الباك جراوند مش وحشه. بص بقى، فاكرين ده زرار الشطر ده اللي ايه اللي عملوا لنا حفله كبيره عشان عملوه؟ زرار باور، ضغطتين يفتح الكاميرا، ضغط على الصوت يلقط. من 2007 في اي موبايل اندرويد. نكمل الكلام ده كله يا نجم. طبعا الاندرويد بقى معلم الخام والتجربه الابسط والاسلس في عالم الموبايلات الاندرويد بدون اي مغير. كام حاجه في اندرويد هقولكم عليها دلوقتي، يمكن انتوا متعرفوش ان هي بقت موجوده اصلا في اندرويد، وان هو وصل للمرحله دي. يعني بعد ان شكل الموبايل من بره جامد والخلفيه شفافه والساعه وبصمه مترتبين وبتاع، بس الوقت في البيكسل وعلى اندرويد 17 بقى في حاجه اسمها بابلز في الموبايل. فاكرين البتاع بتاع ماسنجر اللي كانت بتعوم على الشاشه دي؟ انا كان وحشني البتاع دي قوي من ايام ما استخدمت ايفون، هي مش موجوده، ما اعرفش ايه مضايقاهم في ايه. هم بقى جابوها وقال لك بقى انا هنستفز ابل، عملوا منها في كل التطبيقات عادي. تبقى فاتح يوتيوب فيديو كده وحاطط الكيب عايم على الشاشه، تكتب فيها ملاحظاتك وانت بتتفرج على الفيديو، عاوز تشوف المنتج اللي انت شاريه اهو جوجل كروم يا باشا عايم معاك على الشاشه دي خالص. ممكن تخلي يوتيوب نفسه اصلا عايم على الشاشه وتتنقل وتنسخ وتعمل كل ده بسلاسه جدا عشان اندرويد 17 طبعا، والمعالج من جوجل نفسها. قصه بقى المالتي تاسكينج يا كانت وحشاني قوي، فكره انت تفتح تطبيقين في نفس الوقت. انجز كاكا البابلز يعني مفيده، بس دي بقى شكلها شياكه قوي. وخد بالك بعد كل ده مازال بيسد معايا في الحته اللي انا عاوزه يسد فيها. خلينا بس نجيب ايه، اروح على الكاميرا شويه عشان الكاميرا بتسخن، مروحه شويه عليها وشويه على الكاميرا. اير دروب بقى معلم عادي جدا. ابعت حاجه غريبه ان انت تشوف اصلا اير دروب وبيكسل في نفس السطر، عشان بيبقى حوار لما تبعت لحد زميلك مثلا فيديو ولا صور تحاله في العيله مثلا ولا مش عارف، كان قاعد بقى مستغرب كده ايه ده اندرويد في اير دروب ازاي. الماج سيف مثلا الاكسسوارات بتاعته شغاله برضه عندنا زي الفل. انا مش مستخدم ليها قوي بصراحه، بس لو يعني حبيت استخدم ده. التاجز اللي بتتعقب اماكن الحاجات زي ما فيها فايند ماي بتاعت ابل، فيها فايند ماي بتاعت جوجل دلوقتي برضه عادي جدا. وخد بالك الكلام ده مع الوقت اتوقع ان هو يكمل، وجوجل هتبدا تعمل حاجات تدخل في حياتنا بشكل طبيعي وتكمله، عشان ما تبقاش ابل بس بتلعب لوحدها في السكه دي. لو انت عاوز تغير تلاقي عادي. وبدات ده بالفعل زي ما عملت جوجل فيت بيت اير اللي عملت لها فيديو، اللي هي نفس مجال الويب كده، بتحسب لك حاجتك من غير شاشات ومن غير بتاع، وهي داخلك كده كده اصلا بالفعل في حياتك. زي ما اتكلمت قبل كده، كل يوم انت بتستخدم جوجل يا باشا من غير ما تاخد بالك. كل التطبيقات انت بتستخدمها بشكل يومي دي اسرع واسلس وابسط واحدث على الجوجل. هنا اي حاجه هتتحدث في التطبيق ده هتجيلك انت الاول قبل اي حاجه في العالم، بعد كده هتبدا توصل للباقي. جوجل مابس
مابس اساسي، واكيد يوتيوب اتفرج عليها من الوقت اساسي، واكيد جيميل بقى، جيميناي، جوجل كيب، الحاجات دي اساسيه جدا. انا اصلا على الايفون بستخدمها بشكل، انا كاتب النوتس بتاعت الفيديو ده انا بكتبها في ورقه، بحب اكتب ورق يعني، بس عشان لو الورقه معيش معايا ولا حاجه بدخل جوجل كيب وبكتب الحاجات اللي انا بفتكرها، ما اكتشف حاجه مثلا زي ان هو الوقت انا محدد له اوضاع بوقت، لما الساعه تعدي كذا تعمل وضع كذا، فده وضع النوم حاليا بيبقى ابيض واسود عشان طبعا ما يأذيش عينك لو انت جيت تستخدم موبايل. الموبايل اصلا هو ابيض واسود عبقري، انا بفكر اعمل موبايلي كده. عموما الاي اي في الموبايل ده متطور عن اي موبايلات تانية. انا مش الشخص اللي بيستخدم الاي اي في الموبايل بتاعه قوي، انا هحاول اصلا ابعد عن الموبايل، مش هقعد استخدم فيه الاي كمان. بس لو جينا نتكلم فهو الاذكى في الوقت الحالي. ابل اصلا راحت لجوجل مخصوص عشان تاخد منها الاي اي بتاعها وتشغله على سيري الوقت، اللي هي بقت في ابل مؤخرا. بقول لك ايه، مفترض ان الاضاءه دي اللي فيها لونها بيتغير للورم والكل وكده، شاور لي كده على الزرار اللي بيغير الالوان. تمام، الزرار اللي بيتحكم في درجة حرارة اللون هو البكرة اللي على الشمال تحت. كده كلام صحيح. طب بقول لك ايه، انا المفك ده مش لاقيه خالص، شاور لي عليه كده عشان سوح. المفك موجود قدامك في نفس الصينية اللي فيها الولاعة وكابل الشحن. خلاص هو المفك ذو اليد الأساسية. طب بقول لك ايه، شاور لي كده على زرار اللايك، يمكن الشباب مش واخده بالها منه. اكيد زرار اللايك موجود تحت يا شباب، زرار اللايك باين مساعد الذكي في الكاميرا، ان انت بيحاول يقول لك ممكن لو خدت الصوره بالزاويه تانية بالشكل ده كده تطلع احسن. انا ماليش في قصه الاي اي دي بصراحه، بحب الصوره تطلع طبيعيه. قصه ان هو يعمل لك اديت للصور بالاي اي وتقدر تدخل تقول له ضيف لي حاجات، انا ما بستخدمش الحاجات دي بصراحه، ما بقتنعش بيها. وحاجات تانية بقى زي درايف مثلا والكلاود اللي جوجل بتعمله دلوقتي، يمكن ارخص من ابل كمان، تقدر تخزن عليه حاجتك. انا جوجل فوتوز اللي على الموبايل ده فيها صور من 2016، من قبل ما اعرف يعني ايه ايفون اصلا. كل موبايل اندرويد بجيبه كل الصور اللي عليه بتتخزن على جوجل فوتوز، دي ميزه عبقريه بالنسبه لي. بفتح جوجل فوتوز الاقي تاريخ حياتي كله قدامي. لكن على الايفون هي الايفونات بس هي اللي بتخزن على الاي كلاود. عشان اكون صريح برضو، ابل ممكن تكون متفوقه شويه في حته الامان والخصوصيه، وبتحرص شويه على المستخدمين بتوعها، ما بتطلبش موافقات كتير قوي، بتخيرك دايما انت لو عاوز الاعلانات دي عاوزه لا مؤاخذه يتراكك ولا لا. خد بالك جوجل بتحاول تعمل ده مع الوقت، بس طبعا اندرويد اوبن سورس عملاق جدا، فعشان تعمل حاجه زي كده محتاجه وقت كبير جدا. ده غير التطبيقات اللي جوجل عاملاها جوه السوفت وير، غير بقى جوجل اللي احنا عارفينها دي، زي مثلا تطبيق بيقيس درجه حراره الحاجه. وجبت البتاع بتاع الليزر اللي انا بستخدمه في الاختبارات لو فاكرين، لقيته بيطلع نفس النتيجه تقريبا. عندك تطبيقات بتعرف المزيكا عادي زي شازام، والسيرش اللي تحت هنا في واجهه الموبايل بيخلص كل حاجه. ده سيرش على جوجل، سيرش بالصوره، سيرش بالصوت، تعرف تقول تسيرش بالصوت 5 مرات. او تطبيق الفايلز المنظم جدا ومعمول كويس. او هنا برضه قصه السكرين ريكوردنج عندك العادي اللي بتسجل بيه الشاشه الطبيعي، بس الوقت على البكسل تقدر تسجل الشاشه او بالمايك الداخلي او الخارجي. تقدر تخلي الكاميرا الاماميه تجيبك كده كانك بترياكت على حاجه مثلا معينه، هنا بتشرح لحد حاجه، هنا البتاع مش عارف. الموبايل ذكي وفاهم وبيتفاعل معاك. لو فتحت المالتي تاسكينج مثلا على تطبيق تقدر تاخد حته منه سكرين شوت، او يطلع لك لينك اصلا الفيديو كده على جنب من غير ما تضغط على اي حاجه. تقدر تغير طبعا وتعدل على اللوك سكرين. تعديلات الاندرويد بقى اللي ملهاش نهايه، تكبر الساعه، تصغر، تغير في الالوان، شكل السين بقى دارك، والايقونات وتغيير حجمها والكلام ده. كل الكلام طبعا الايفون اصلا واخده من اندرويد. شريط الاشعارات اللي هو برضو بسيط خالص، وبقى في الوقت اخيرا الحمد لله في البكسل مكان للداتا لوحده، دي كانت مشكله. تقدر تكبر كل حاجه عشان تفهمك دي بتعمل ايه. بتقدر تتفاعل معاها، يعني مش مجرد شكل، تضغط عليها ضغطه من الجنب كده تفتح لك السيتنجز اللي جواها. الفلاش برضو بيعلى ويوطى عادي بالمناسبه، ما هيش قصه يعني. اول موبايل بينزل عليه الاندرويد الجديد، واكتر موبايل عمرا في التحديثات. عجبني برضو ان الكلام ده كله في هيكل صغنطوط كده بدون مبالغات، شكله بسيط ايقوني مطفي كده ولونه جميل. ممكن الحواف بتاعته كانت يعني تبقى مطفيه هي كمان، مش عارف عاملها لنا بسيراميك ليه. بحس ان انا ماسك ازازه ميه ملحوسه طول الوقت، بس على الاقل مش الومنيوم بيتكدم بيوصل كدمات للشاشه. معلش انا مش يعني واخد بال حضرتك. ربنا يستر طبعا، لان المفترض ان ده الخلفيه بتاعته كلها ازاز في الايفون الجديد طبعا، واللي جاي كله هيبقى الومنيوم من هنا. ده بيقلل شويه الصدمات بصراحه. لو الموبايل ده اتخبط في اي حته في الظهر هيكسر ويخربش. وما فيهوش بقى حته دايناميك ايلاند، هي حته الكاميرا يا باشا زغنطوطه، عشان احنا بنستخدم تكنولوجيا كده ايه قبل شايفاها طبعا من العصر الحجري، بنستخدم فيس اي دي يا معلم. ايه قصه اللي تقعد تحط صباعك، انت مجنون. والوقت اي حاجه بتيجي تنزلها من الاب ستور بتطلب منك البصمه، زي الفيس اي دي بالظبط. بتيجي تدفع بتطلب البصمه.
كم حاجه هفتقدها في الايفون كموبايل اساسي. اولهم الكاميرا الاماميه الجديده. الكاميرا الاماميه الجديده واحده من اهم نقاط القوه في الايفون الجديد. قصه ان انا احط الموبايل كده وصور لي بالعرض، في كام تطبيق بامانه مش موجود اصلا على اندرويد. يعني في شركات كده بتقرر ان هو فقر. انا موجود على الايفون بس لازم هتلاقي في منها بدائل تانية وتطبيقات تانية عادي. يعني بعض التطبيقات اعلى شويه ككواليتي في الايفون عن الاندرويد بامانه عادي. دي حتى هفتقدها برضه. كواليتي الصوت والسماعات في الموبايل البيكسل خطير وعبقري، بس الايفون برضه سابق سنه. الاثنين فيهم عربي والعربي بتاعهم كويس جدا. خد بالك الحته دي برضه، يعني بعض شركات الاندرويد العربي بتاعها مش للاخر. عربي بعربي للاخر، كل حاجه فيه من اكبر لاصغر حاجه. افتقد شويه قصه طبعا ان الحاجات المتاحه بتاعته اي مكان تنزل محل تحت البيت ان هو تلاقي جرابات الموبايل ده او اي ايفون وسكرينات. انا لحد الان بدور على سكان الموبايل ده وطلبت واحده وجات غلط. وهفتقد في الايفون الاخير ده طبعا الالومنيوم اللي بتطبق وبالتالي ممكن في اي لحظه يبوظ لي الشاشه بتاعتي. هفتقد برضو الكاميرات اللي معلش شغاله هنا، الزوم والوايد، عشان بس الموبايل وقع مني. معرفش ايه العلاقه مع ان هم زي الفل عادي. نسيت انا اقول لكم على السعر صحيح. الموبايل ده يا جدعان انا اشتريته ب 31,000 جنيه، صفقة للتاريخ زي كريستيانو من مانشستر لريال مدريد. معرفش والله، انا دخلت ادور لقيته مستعمل موجود بس من غير علبة، فنزل له بتاع 5-6 آلاف جنيه. وفي خدش في الشاشة خربوش صغنطوط خالص كده هنا اهو. الشاشة بقت زي الفل. الراجل كان محافظ على الموبايل بصراحة. نزل له كمان 5-6 آلاف جنيه وغير مدفوع ضريبة، فنزل له شوية حلوين كمان. فطلعت الصفقة العبقرية دي. قلت اجربها الاول بالسعر ده عشان اشوف انا هروح فين. الوقت نقدر نستحق بقى وندفع فيه عادي. وزي ما قلت لكم مش هقدر ابدا ان انا امشي بموبايل واحد من الموبايلين دول، لابد يبقى معايا الاتنين مع بعض عشان اجرب احدث حاجات في النظام ده واجرب احدث حاجات في النظام ده. بس في واحد فيهم بيبقى في الشريحه بتاعتي، في واحد فيهم انا ببقى ماشي بيه على طول. ده كان دايما هو اللي ماشي بيه. الوقت هيحصل العكس. قبل ما انقل الشريحه من الايفون للبيكسل هعمل حاجه اتمنى ان انتوا تعملوها معايا ونشجع بعض عليها. انا بصراحه نفسي ابعد عن الموبايل شويه، فاستغل الحوار ده واحاول ابعد عن الموبايل اسبوع كامل، اهدى كده وافصل واركز في حياتي، اشوف انا محتاج اعمل ايه اكتر. انا بحاول اقلل ده طبعا، الحمد لله مش هيبقى قاسي عليا قوي. يعني استخدامي مش مبالغ فيه. الفتره دي هيبقى معايا كاميرا باخد بيها الصور عشان برضو ما احتاجش ان انا استخدم موبايل كتير. لو في فرصه ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو بعد المده دي اعرفكم انا استفدت ايه منها وايه الاحساس بتاعها اصلا، وفرق فعلا ولا عادي. يعني الانسان ما فيش الفرق اللي هو. بس يا نجم انا كده خلصت، نقول مبروك. مبسوط قوي متحمس. عقبال بقى اي حد كان لسه بقى مخلص امتحاناته وبتاعه وناوي يشتري موبايل. ايش يا باشا على البركه. يلا يا باشا انا كده خلصت. هي عشان يعني بتتهز، ده موتور الاستابيلايزيشن من جوه بيبقى ماسك العدسه كده، فلما انت بتحركه. بص لو انا فتحت الكاميرا سر سريع، ولا فتحت الكاميرا ما عادش الموضوع ده يحصل. اسمع، قال لي كتير ليه؟ لان هو اول ما تشغل الكاميرا والاستابيلايزيشن يحتاج يشتغل في مجال مغناطيسي كده بيتفعل، يقوم ماسك بقى تاني يمسك العدسه عشان تثبت. لما انت بتقفل الكاميرا بيقوم سايب نفسه تاني. فاهم؟ دي بقى 1% من اللي هتشوفوا القناه هنا لو عملت سبسكرايب.